هل حلمت يوما بأن تكون في الرياض في وقت ما إلى جانب كونك قد زرت أبو ظبي والمنامة والمغرب؟ لقد زرت أماكن أخرى لا داعي للتحدث عنها في الوقت الحالي، لكنني أحلم بأن أكون هناك بنفس الطريقة التي كنت فيها في الأماكن التي ذكرتها، أمام الكاميرات بطريقة منظمة كممثل لدولة إسرائيل في رحلات جوية إسرائيلية ورحلات تجارية أخرى، وكجزء من عملية التطبيع التي نطمح جميعا إليها. بصفتك ابن لوالدين قادمين من المغرب، كيف كان شعورك في المغرب؟ لقد كنت متحمسا جدا كما قلت في الكلمة التي ألقيتها في بيت الضيافة الملكي، لهذا لا يقتصر الأمر على الوضع الرسمي فحسب، بل هو أيضا مهم على مستوى العائلة. شعرت أنني أمثل أيضا والدي اللذان هاجرا من المغرب إلى إسرائيل هناك. رأيت نفسي أتحدث نيابة عن العديد من المهاجرين المغاربة الجالسين هنا في إسرائيل، وانتظروا هذه اللحظة من العلاقات السياسية المتجددة بين البلدين. علاقات سياسية أم أيضا علاقات استراتيجية وعسكرية؟ عندما نتحدث عن تجديد العلاقات السياسية فإنه في النهاية يشمل كل شيء بين البلدان. يأتي في نهاية المطاف الأمر على مختلف القضايا. هذا يعني أن هناك حوار بين المكاتب الموازية، بين نظامنا الأمني ونظامهم الأمني، وزارات الخارجية وما إلى ذلك، لكن حدود التعاون تحددها العوامل ذات الصلة في كل مجال. وماذا عن إيران؟ تعاملنا مع موضوع إيران ونستمر في التعامل معه. نحن نبني علاقات مع الدول الشريكة، لكن عيوننا مفتوحة لترى ما يفعله أعداؤنا وإيران في المقدمة.